يستاهلون الفوز من حظه انه كل التصفيق. يمكن اول برنامج عراقي يصفق لمنتخب فايز على منتخب بلده. كل التصفيق بارك الله للمنتخب المغربي. نعم رغم جراحاتنا ورغم الألم اللي بينا، لكن المغرب فريق عالمي. شوف كابتن خلينا مش على تصريح، مش تفضل كابتن، لازم نهني، لازم نعطيه مجال. سيد يتوقعون الاخوان بالمغربيين اوكي احنا زعلانين على منتخبنا، بس المنتخب المغربي يستاهل كل التبريك يا ماجد. بارك الله فيك. وللمغرب وللجماهير المغربيه تستحقون وبجداره. بارك الله فيك. لا أحد كان يتوقع في المغرب أن تكون النتيجة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. الشارع المغربي طبعا كان هناك نوع من التخوف بعد التعثر أمام أوكرانيا، وبالتالي كنا نترقب هذه المباراة. عندما نتحدث عن كرة القدم المغربية ربما أشار أمين لنقطة مهمة في مسألة التلاحم ما بين كل مكونات كرة القدم المغربية. هناك منظومة وهناك إشراف، وطبيعي جدا أن يتم استشارة وليد الركراكي، وهذا أمر طبيعي جدا لأنه هو المشرف العام على كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي عندما تعثر أمام أوكرانيا كانت هناك زوبعة وردود فعل على مستوى الصحافة، حتى الجماهير تحاملت من خلال السوشيال ميديا، ولكنها في النهاية اقتنعت بأنه هذا المنتخب ربما لكل جواد كبوة ورب ضارة نافعة. لم الصفوف رأينا منتخب بإضافة نوعية، منتخب يعرف ماذا يريد، ومنتخب يحترم الخصم العراقي. ما رأيته في هذه المباراة بأنه أين هذه الروح بالنسبة للمنتخب العراقي؟ الروح غائبة، التلاحم غير موجود، التجانس حلقة مبهمة، وبالتالي وجد المنتخب المغربي الأريحية، لأننا لم نرى ردة الفعل الإيجابية من المنتخب العراقي الذي ربما شكك في إمكانيات لاعبيه. فلسفة المدرب الذي يجب أن يكون هو الداعم الأساسي لهؤلاء اللاعبين. وأشرت من خلال ليالي باريس، من خلال حلقة البارحة، بأن الجانب السيكولوجي مهم في دعم اللاعبين، وأشرت لهذه النقطة ووقفت عندها. وبالتالي أعتقد بأنه ما رأيناه بالنسبة للأداء العراقي بأنه يفتقد لمقومات المنتخب الذي عليه أن يراهن. أنت ستلعب الكل من أجل الكل وترفع شعار التحدي لأنك تواجه منتخب عربي. هناك مجموعة من القواسم في فكر اللاعب العربي مع امتياز نسبي للمغرب. وأنا أشرت من خلال سارة ليالي باريس بالنسبة ليلة البارحة بأنني أرى المغرب هو الأقرب ليحقق نتيجة الفوز، ولكن ليس بهذه الطريقة. ما رأيناه اليوم الفوارق على كل المستويات. المنتخب المغربي صال وجال. كنت أترقب اختبار الدفاع المغربي، لأنه على اعتبار بأننا رأينا خلل في منظومة الدفاع المغربي. لم نرى هذا الاختبار اليوم، لأنه الكرة كانت كلها في اتجاه المرمى العراقي على مستوى. كيف لك أن تراه والكرة دي مع المغرب؟ طبعا استحواذ وكل شيء. حتى المغرب الذي عانى على مستوى التسديدات كانت حلقة مبهمة، رأيناه اليوم يسدد ولا أروع من خلال ما قدمه عبد الصمد الزلزولي. كابتن أمين طبعا تفضل لو في إشارة على مستوى امتلاك الكرة. الإسبان لما سألوهم على في أول 2008 2010 لما جابوا الامتلاك سألوهم على الامتلاك الكرة، قالوا ماذا أسلوب هجومي رائع. قال لهم لا، احنا امتلاك الكرة بالنسبة لنا أسلوب دفاعي. قال لهم كيف أسلوب دفاعي؟ قال لهم قد ما الكرة عندنا احنا مطمئنين، لأنه في الأخير نلعب بكرة واحدة، وهذا اللي يصير لما أنت الكرة عندك، أنت في معناتها سيكوريتي. أما أنك المنتخب العراقي تعطي الكرة لأي منافس تخليها له 70%. كابتن أنا لم أرى من خلال مباريات الدورة الأولمبية الطريقة التي سجل بها الهدف الأول. أمير تشارلسون هذا العملاق بمتر 95 لاعب بريمتس لم يرتقي، حتى بأنه بكل سهولة هناك أريحية، حتى بأنه رأيناه وكأنه يرى شباك فارغة. نقطة مهمة وأساسية، مسألة المغرب تفوق على نفسه من خلال استغلال واستثمار موضوع التسديد. هدف الزلزولي سيكون الأروع ربما ومن أجمل الأهداف في هذه البطولة. لا طبعا هناك كرة القدم ما دامت موجودة وملعوبة الأهداف تبقى بإضافة وبسحر وبنكهة تختلف. أقف عند أشرف حكيمي. ما هذا يا هذا الاستثنائي الكبير المميز، القطار السريع. وأشرت منذ بداية اللعب والدورة بأن المغرب يمتلك مدربين، مدرب في دكة البدلاء ومدرب آخر داخل رقعة الملعب. الدعم المعنوي والدعم النفسي والترابط والإمكانيات الكبيرة على المجهود البدني، يتنقل شمالا ويمينا عرضا وطولا بهذا الحضور. الهدف الأول ما يصير يعني بالجزاء براحته يعني. طبعا يعني. أشرف حكيمي للتاريخ
أشرف حكيمي للتاريخ هو لون آخر في فلسفة الأداء الكروي، ليست له هوية برازيلية أو فرنسية أو أنجلو ساكسونية، هو صناعة مغربية صرفة تصدر الإبداع والحضور، وأصفق لما يقدمه هذا اللاعب. والمنتخب المغربي هو جزء من الوطن العربي، بالتالي احنا نشجعهم، واقول جود لك، واقول حق الكابتن الحضري مبروك على الفوز اليوم. ليش اعتمد طارق السكتيوي على 13 محترف ولم يعتمد على لاعبين ممكن مواهب روعة بالدوري المغربي؟ جميل جدا. هذا السؤال. هناك انضباط من هذه الأسماء، ولديها القناعة بأن هناك ربان يدرك إمكانيات كل لاعب ومتى يوظف هذا اللاعب، بدليل عبد الصمد الزلزولي الذي دخل بديلا في أول مباراة لم يقدم الأداء المطلوب. نعم، أتيحت له الفرصة كاملة ولم يقدم الأداء المطلوب، وكانت انتقادات من الشارع المغربي ومن الصحافة المغربية. طارق السكيتيوي كانت له قناعة بإمكانيات اللاعب اليوم أكد ذلك من خلال هدف تاريخي في مرمى العراق. إذن هناك مدرب يؤمن بماذا يريد. هذا المدرب الذي ربما وقف حاجزا أمام وسائل الإعلام المغربية ورفع عنوان التعتيم على معسكر المنتخب المغربي، كانت لديه فلسفة، انتقدته الصحافة، الجمهور تساءل، آمن بإمكانياته، قال أفكر في الدور الثاني، تحقق المطلوب. ومن الأشياء التي أثارت الانتباه رغم الموجة والانتقادات، أجمل شيء أن تستفيد من الجوانب الإيجابية في مسألة سلبية، وأتحدث هنا عن التعثر أمام المنتخب الأوكراني. كانت هناك منظومة، كان هناك احتواء وتصحيح الأخطاء. لماذا أشرت للعناصر التي شاركت في كأس العالم؟ وهنا جوهر الموضوع. بلال الخنوس ما قدمه يقدم كدرس، ولعب في كأس العالم اليوم إضافة نوعية. عبد الصمد الزلزولي شارك في كأس العالم. إذن هناك منظومة، أسماء تضيف حتى فوق الأسماء التي تفوق 23. أنا أختلف معك في نقطتين. أحبك وعلى رأسي من فوق، نحن نختلف معك نقطتين. اليوم الاعتماد على أكثرية اللاعبين ينشطون خارج المغرب هو توجه الاتحادية المغربية من مدة، وليس توجه طارق سكيتيوي. هو توجه مفروض بمنهجية ماشي فيها الاتحاد المغربي، شفناها مع الفريق الأول نجحت، وفي ديبارتمنت كامل في الاتحادية المغربية يشتغل على جلب اللاعبين الذين هم معناتها من أصول مغاربية ولدوا خارج. أصول مغربية مش مغاربية، مغربية، أصول مغربية مولودين خارج المغرب وتكونوا في أوروبا. هذا معناتها توجه الاتحادية، معناتها يفرض ويجد الأرضية سهلة أمامه سكيتيوي. هذا واحد. اثنين، لا بس وين الخلل؟ شرح لي باش نفهم. لا قلت لي انا ضدك في بعض الاشياء. لا في هذه مش سكيتيوي، معناتها مفروض عليه لانه هذا منهج الاتحاديه المغربيه. انا حكت بانهم حابين نحكي لك عن منظومه الاتحاد. لا منظومه الاتحاد معناتها هذا مشروع الاتحاديه، مشروع الاتحاد معناتها مش يعني انت تؤمن بمدرب اتحاد فرض عليه؟ لا مش فرض. لا هذا يا اخي والله بدأت تتكلمون به كثير بخلاف المنطق. مش هذا. انا اليوم مدرب اجيب الادوات التقنيه، هذا منهج محلي او محترف. لا انا مو كل اجيب. البرازيل، منتخب البرازيل كم لاعب وكم كبير من اللاعبين خارج البرازيل. افهم الفكره اخوي، اكو كذلك من داخل الدوري. افهم الفكره. وضح لي الفكره من انه والله ما فهمت. انا ما فهمت والله، ما فهمت لك يا امين. الاتحاد المغربي لكرة القدم من سنين خذا منهج الاعتماد على اللاعبين المغربية اللي عندهم أصول مغربية. المشروع اللي حطه الاتحاد المغربي، صح، هذا مشروع حطه الاتحاد المغربي. أي مدرب يجي يدرب الفريق الأول أو الفريق الثاني معناتها الأولمبي أو الفريق الأقل من 19 أو فريق من 17 يعرف أنه عنده مادة خارج المغرب لازم يعتمد عليها، هي أوبشن الأولى وهي الأوبشن المربحة، وهذا اللي ماشي فيه الاتفاق، ماشي فيه المغرب. لكن هذا معناتها مشروع، وهذا ناس مشات خدمت على روحها وفهمت أنه لتجاري نسق كرة القدم على المستوى العالي يجب أن تعتمد على لاعبين متكونين على أسس صحيحة خارج المغرب. هذا معناتها مش مفروض الأولوية لهم، ولكن الباب مفتوح للاعب المحلي. علاش ما توقفوا عند نقطة انتقال المهدي موهوب في معسكر فرنسا
بتألقه في الدوري المغربي الذي يعتبر من أفضل الدوريات ينتقل اللاعب المحلي. بس الفوارق سامحني، هذا مفتوح حتى الرحيمي لما كان في اذا شنو فائده الدوري؟ اذا ما نسوي دوري، ليش نصرف على الدوري؟ لا مش هكا، لا انا تصرف على الدوري بالله عليك. كابتن 4 محترف فيه 10 5 يتداخلون مصاحب محلي بالمغرب. أنا والله ما كان قاطع كثير، أنا لا أقاطع، ولكن وضح لي أين هو ربما ماجد وأمين بس. لماذا تطرقت؟ أنا لولا. علق على كلامي، أنا بغيت نفهم في النقطة الأولى. معناتها أنت قلت سكيتيوي هو معناتها الذي معناتها هو الذي عول على اللاعبين الأوروبيين. أنا قلت لك معناتها هذا. قلت قبل ذلك بأن وليد الركراكي هو المشرف العام. لا خليني نكمل. هذا معناتها مشروع اتحادية، أعطاته المادة قدامه وقالت له تفضل هذه المادة، هو انخرط في المشروع. هذه واحدة. اثنين، تصر دائما على أنه أشرف الحكيمي معناتها منتوج مغربي محلي، وقت اللي هو أشرف الحكيمي من عمره 17 سنة في ريال مدريد. بغض النظر، انا مع اشرف حكيمي. نقول لك لو اشرف حكيمي ظل في سانتياغو برنابيو بفلسفه الريال لا بلغ نجوميه اكثر من ذلك، استفاد كثيرا. ولكن اليوم ادافع عن امكانيات وليد الركراكي بانه منتوج مغربي يصدر الابداع عالميا. شكرا ماجد، شكرا امين. ابو حيدر، احنا لما نحكي عن المنتخب المغربي، المنتخب المغربي من اول مباراه بالبطوله حقق نتيجه الفوز على المنتخب الارجنتيني. واحنا يعني شفنا ان هي مش مفاجاه، لا، كان في اداء وكان في روح وفي نظام وفي فريق يحترم بالملعب، عارف واجباته الدفاعيه والهجوميه، والروح القتاليه موجوده، والاستحواذ موجود، والتحرك بدون كره موجود، والتنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي، كل شيء بكره القدم شاهدناه مباراه الارجنتين. رغم الخساره من اوكرانيا المباراه الثانيه، ولكن كان الافضل هو المنتخب المغربي، مسيطر على المباراه باغلب اوقاتها. بضربه حظ المنتخب الاوكراني استطاع انه يفوز على المنتخب المغربي. الخساره لا هزت المنتخب المغربي ولا اثرت على المنتخب المغربي ولا اثر الاعلام على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي واثق من حاله. اليوم احنا توقعنا يكون في نديه من المنتخب العراقي، ولكن المنتخب المغربي على نفس الليفل وعلى نفس المستوى. المنتخب المغربي ما قدم شيء اكثر من ما قدمه بالمباراتين الماضيات، ولكن المنتخب العراقي هو من خلى المنتخب المغربي يتعملق اليوم ويسيطر على المباراة كاملة. المنتخب العراقي اليوم مو حاضر. المنتخب العراقي لا دفاعيا ولا هجوميا ولا تنظيميا ولا شيء يذكر بكرة القدم. ولكن احنا كمان خلينا نكون واقعيين. احنا دائما المدرب الشماعة. احنا كعرب المنتخب خسر، المدرب هو المسؤول، ودائما المدرب هو مسؤول عن الخسارة. ولكن ايضا كمان اللاعبين الجيل الموجود بالمنتخب الاولمبي، الجيل العراقي اليوم ما في مواهب. الصراحه خلينا نكون صريحين، دائما كرة القدم كابتن خلينا نكمل. المنتخب العراقي دائما الجيل المنتخب الاولمبي يكون فيه 11 موهبة. اليوم لما يكون عندي موهبتين او ثلاث، عنده 4 مواهب. ايش انا بدي اعمل قدام منتخبات نفس اوكرانيا، نفس المغرب، نفس الارجنتين؟ نظم روح دفاعي. احنا اوكي كابتن، هل يعقل مدرب مو عارف الفريق المنافس اللي قدامه وحلل الفريق واعطى الخطه المناسبه وعارف انه احنا المفروض انه انا بحكي لك عن كابتن بس خلينا نكمل. في شيء سامحني، في شيء قال ما عنده حتى علاقه بكره قدم. لما تقول لي انا نخرج الشوط الاول متعادل، لا هذا ما عادش موجود. سامحني، في 2024 5 ما عادش موجود الشيء هذا. انت اسمع، انت اي مدرب في العالم عنده معناتها طريقه 2 3 يدخل بهم للملعب وللمباراه. اقل شيء انك تكون منظم دفاعيا. انت دوره كامله 3 مباريات ماكو منظم دفاعيا، معناتها ما تنجمش اليوم مع كامل احتراماتي للكابتن راضي ما ينجمش اليوم يكونش مسؤول. مش هقول المغرب ان المغرب تبع افريقيا، انا هقول منتخب اوروبي. ليه؟ كل اللعيبه اللي موجوده عم ماجد عندكم في المغرب اغلبها كلها ناس محترفين وبتلعب في انديه كبيره. 70%.
70 ماشي همشي اي لا معناتها اغلبهم صحيح. ماشي ما في مشاكل، بس هعتبره منتخب اوروبي. ليه؟ لان كل لعيبته بتلعب في اوروبا. اوكرانيا هتقول لي في لعيبه بتلعب في الدوري الاوكراني كانها في اوروبا. نفس الحكايه منتخب الارجنتين. طيب المنتخب العراقي كم لاعب عنده محترف؟ انتوا كنتوا النهارده اتكلمتوا بكابتن راضي. كابتن راضي احنا لو احنا هنتكلم عنده لاعب محترفين اكيد، بس في انديه ممكن ما تكونش وافقت. ممكن. وتصفيقك للمنتخب المغربي ايضا هذه مهنيه وفيها ايضا فيها دعم معنوي كبير.